اقول لك على الكبيره. بن شرقي لعيبه الاهلي لسه مش فاهماه. بن شرقي مش عارف يلعب حتى اللعب بتاعه اللي كان بيلعبه مع الزمالك وكمان اللي كان بيلعبه في الخليج بسبب ان لعيبه الاهلي لسه مش فاهماه. بن شرقي دايما بيبقى محتاج معاه لعيب يسنده ويلعب معاه دبل باص. بن شرقي دايما بيبقى محتاج حل واتنين عشان يعرف يخدع المدافع. بن شرقي طول ما قدامه حلول طول ما هتلاقيه لعيب خطير جدا. يعني مثلا بص في الكرة دي قدامه حل واتنين فبيقدر يعمل الثرو بمنتهى السهولة. ودي مثلا كرة تانية بن شرقي بيبقى عايز يلعب فيها ويبني الهجمة مع لعيب صانع ألعاب يملى المساحة الفاضية اللي بتبقى واقفة هنا وما بيلاقيش حد، فبيضطر يدور على الحل السهل اللي هو ايه، اللي هو يغير اللعبة اصلا خالص. وزي ما بأكد لك بن شرقي دايما بيدور على المساحة البوكيت، المساحة الفاضية اللي ما بين قلب الدفاع او ما بين خط النص، ودايما محدش بيملاها. يمكن في الكرة دي امام عاشور قرب منه شوية فيها، لذلك امام عاشور عرف يعمل منها خطورة جامدة جدا وكان هتقلب بهدف بالظبط زي الكرة دي. بن شرقي طالما معاه حل ان هو يخدع المدافع هيعرف يخدع المدافع بمنتهى السهولة، ودي الكرة اللي جه منها جون طاهر محمد طاهر. وحاجة تانية بيعملها بن شرقي ان هو بيقدر يخترق مساحات. يعني مثلا عندك في الكرة دي امام عاشور كان بايده بسهولة ان هو يديله كورة يطلع منها بثرو يخلص منها جون، لكن امام عاشور قعد يتلكع فيها لحد ما الكوره اتقطعت منه. كرة تانية بن شرقي دايما بيبقى سارق فيها المساحة زي ما عمل بالظبط في ماتش الزمالك، ولكن لعيبة الاهلي دايما بتأخر عليه في الباصة يا اما بتعمل له باصة مش مظبوطة. بس هو ده الكادر يا عم، هو ده الكادر اللي محتاجه بن شرقي بالظبط. هفتح في المساحة والعب لي الكورة ومالكش دعوة يا عم. بن شرقي بيقدر من نص فرصة ان هو يخلص، لكن للأسف الدعم بيجيله بطيء جدا.